اهلا بيكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا امل من وجبات خفيفه. النهارده هنعمل مع بعض الرقاق، بما ان العيد قرب. كل سنه وانتم طيبين. فقلنا نعمل مع بعض الرقاق الجميل المورق ده. تحفه. بصوا عامل ازاي وطري جدا جدا جدا. بصوا، هقطعه معاكم اهو. هو لسه اصلا سخن. هقطعه كده بالراحه. معلش سامحوني عشان سخن بس. اهو. بصوا عامل ازاي مورق وجميل ازاي. تحفة. عايزة اقول لكم سهل جدا، وانا عاملاه بطريقة سهلة جدا. وتعالوا بقى نشوف مع بعض التحفة ده اتعمل ازاي بطريقة سهلة، بالتحويجة بتاعتي اللي انا عاملاها السر عندنا. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. نقول بسم الله كده وعلى بركة الله. هنبدأ كده وصفتنا النهاردة. عندنا رقاق، وعندنا هنا فصين توم. يعني عايزة اقول لكم هنا سمنة. عايزين اقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العيد كده، وانا قلت اعمل لكم بشاير كده للعيد صينية رقاق، انما ايه تحفة. دي بقى التركة بتاعتي. طبعا الناس كلها بتعمل الرقاق الشوربة عادية جدا، لا انا بقى بعمل ايه؟ بجيب التوم واشوحه كده في معلقتين سمنة. على فكرة السمنة دي اللي انا بسقي بيها الرقاق بتاعي. فانا بضرب بقى عصفورين بحجر. بحط سمنة مع التومة، وفي نفس الوقت انا مش هزود سمنة تاني. هي انا بدهن الصينية سمنة بس. فانا كده بشوح التومة بتاعتي تشويح بسيط بس مش كتير. كده كام تقليبة كده بس عشان اشم الريحة. بعد كده حبة صلصة بس صغيرين يدوني الطعم. ليه بقى؟ ما هي دي التركة بتاعتي، مش مع عند اي حد، عندي امل بس. بس يا ستي، احنا كده وصلنا لايه؟ التومة اصفرت، مش اصفرت، دبلت يعني. بصوا حبة طماطم صغيرين جدا ان هي تعزز الطعم بس. وانزل بشوية فلفل وشوية ملح. وهنا بقى عندك مكعب ماجي لان انا ما عنديش بقى شوربة. يا سلام، انتي بقى لو عندك شوربة بقى تقيلة كده بتاعت لحمة او بتاعت فراخ او بط، يا سيدي يا وعدي، احلى حاجة في الدنيا. بس انا بقى عوضت ده بده. فحطيت هنا بقى المكعب، وحطيت بقى مية علشان ايه؟ يبقى ديت الشوربة بتاعتي مع السمنة. مش هحط سمنة تاني، بكررها. اللي عايز يزود سمنة بقى براحته، بين الطبقات دي حاجة ترجع لكم. بس كده بسيبها بقى الشوربة دي تغلي مع نفسها كده ثواني. وافضل بقى اسقي بقى الرقاق بتاعي اهو. بقلبها اهو علشان يمتزج الخليط مع بعضه، وكله يشرب من بعضه كده والطعم يبقى حلو. عايزة اقول لكم كل سنة وانتم طيبين تاني بمناسبة العيد. بصوا بصوا منظر الشوربة، يا نهار ابيض. حاجة كده وهم، حاجة تحفة. ولازم تبقى الشوربة على النار والعين والعة بس، على نار هادية كده عشان تفضل معاكم بتغلي، علشان تبوش لكم الرقاق بتاعك. اسهل صينية رقاق ممكن تعمليها في اقل من 10 دقايق، والله مش هتاخد منك وقت. وبعدين انا عايزة اقول لكم ان انا بشيل اللحمة متعصجة في الفريزر زي ما عودتكم عودتكم. يعني انا بعمل مثلا كيلو لحمة، باخد منه اللي انا عاوزاه واشيل الباقي في علبة. ولما باجي اعمل صينية رقاق، صينية جلاش، صينية لحمة، مكرونة بالبشاميل، بعملها باخد منها. بصوا تاني، انا بحط 8 ورقات. 8، 4 تحت و4 فوق طبعا، في النص اللحمة. ففي ناس بتحط 6، انا بحط 8. فبرضو دي ترجع لكم. ما بيكون الجلاش الرقاق بتاعي تخين بخليه 6، انما الرقاق بتاعي رقيق جدا اهو، فبحط 8 عشان تقدري تمسكي الحتة كده تلاقيها حلوة كده وتعرفي تاكليها وتشبعي. بس يا ستي، هو كده انا كده خلصت الاربعة بتوعي اهو. بصوا بنزل في الشوربة ازاي.
اهو نزلت بقى اللحمة دي بقى عندي. عايزين بقى على فكرة اللي شافني قبل كده انا بحط على اللحمة المعصجة صلصة. اللي عايزها من غير صلصة برضو دي حرية شخصية ترجع لكم. بس صدقوني جربوها بالطريقة دي، والله العظيم والله العظيم هتعجبكم جدا جدا جدا. كأنكم بتاكلوا بالظبط كده فطير مش رقاق. كده هبتدي بقى احط الطبقات التانية بتاعتي، الأربعة التانيين. على فكرة يا ريت يا ريت يا ريت تخشوا كده تتأكدوا ان انتوا فعلتوا الجرس، عشان حاسة كده ان التفاعل بتاعكم قليل، فعشان تكتروني كده واكتر بيكوا وربنا يخليكوا ليا يا رب. يا ريت تخشوا كده تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. بصوا بقى هنا خلاص اهو، يعتبر كده فاضل 2 على بقية الصينية بتاعتي اهو. هنا بصوا في حتة كده ما تبلتش، هاخد شوية شوربة واحطها عليها علشان ابلها حلو، علشان يبقى مورق معايا. في ناس بقى بتحط بيكنج باودر، انا جربته بصراحة بيكنج باودر معاها لقيته عادي خالص، بتطلع نفس هي. انا دخلتها بقى كده الفرن، ولما تخرج هتشوفوا شكلها هايل. بصوا بصوا خرجت جميلة ازاي. هقلبها قدامكم والله العظيم خارجة سخنة، مش قادرة اقول لكم، مش عارفة امسكها من كتر ما هي سخنة. بصوا بسم الله اهو. بصوا اهو، ايه رأيكم بقى؟ والله العظيم طالعة مش قادرة اقول لكم على جمال. اتفضلوا معانا، احلى رقاق ممكن تاكلوه في حياتكم، طري وهش وجميل جدا. بصوا طري ازاي. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. سلام عليكم.